السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم قناة كويزين مينينا الجيريان. في هذه الفيديو راح نشارك معكم وصفة تاع كيكة بالشوكولا، وصفة سهلة وبسيطة بمقادير مضبوطة، تجي بزاف بنينة وخفيفة. قبل ما نبداو الوصفة تاعنا ما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو، ولأول مرة تدخل قناتي ما تنساوش تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس باش يوصلك الجديد من الوصفات. اول حاجة نجيب هنايا المول اللي راح ندير فيه الكيكة، القطر تاعو 24 سنتيمتر، ولا ديروا في المول تاع 25 سنتيمتر. ندهنه كامل بالمارغرين في القاعدة في الأطراف، ونحط فيه مغرف كبيرة تاع فارينة ونوزعها كامل على المول. بعدها ننفض هذيك الفارينة ولا نتخلص من الزائد تاع الفارينة. في وعاء ندير 4 حبات بيض، الحجم تاعهم يكون متوسط ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. إذا كانوا في الثلاجة جبتوهم وحطوهم في الماء يكون سخون شوية، ماشي سخون يغلي، حتى يدفاو واستعملوهم. وندير هنا قرصة تاع الملح، وهنا عندي 2 علب تاع دانات، علبة مفرخة باش نكيل بها ولا باش نقيس بها كامل المقادير. ندير 2 علب تاع سكر عادي، العلبة الأولى عمرتها عادي والعلبة الثانية نقص منها غير شوية برك. بعدها نجيب الباتر ونضرب هذاك السكر مع البيض مليح مليح لمدة 5 دقائق حتى يتغير اللون البيض من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض ويضاعف الحجم تاعو. هنا كي تستعملوا الباتر وضربوا البيض تاعكم مليح، راح الكيكة تاعكم تجيكم خفيفة كما راكم تلاحظوا. هنايا بعد ما تغير لون البيض وضاعف الحجم تاعو نبدا نضيف في الزيت. هنايا الزيت عندي 2 علب، نبدا بالعلبه الاولى. والزيت ما تحطوش دفعه واحده، حطوه على دفعات، حطوه شويه وضربوا هكا حتى تكملوا الكميه تاع زيت كامل. هنا كملت العلبه الاولى، بعدها نزيد نضيف العلبه الثانيه، نفس الشيء نحطها بشويه، ما نحطهاش دفعه واحده. حطوا وفي نفس الوقت راكم تضربوا بالضرب الكهربائي. بعد ما يدخل الزيت مليح مع البيض والسكر، درت هنايا العلبة 2 علب عفوا تاع دانات شوكولا. هذيك العلبة الأولى اللي كنت فرغتها وقصت بها المقادير، وهذه العلبة الثانية، يعني درت 2 علب. نضرب شويه بالخلاط الكهربائي حتى يدخلوا المكونات في بعضهم البعض. بعدها نتوقف، ما نزيدش نستعمل الخلاط الكهربائي. ودرت هنايا نص مغرف كبيره تاع لافاني، تقدروا تستغناو عليها، ديروها الكاكاو برك. هنايا درت 2 مغارف كبار تاع كاكاو، والمغرف ما تكونش معمره مليح، يعني ديروا 2 مغارف ماشي معمرين مليح تاع كاكاو. والكاكاو لازم يكون من النوعيه الجيده باش الكيكات تاعكم تجيكم بنينه. نخلط بالفوي. بعدها ندير 2 علب تاع الفارينه، هنايا بنفس العلبه تاع دانات شوكولا. وهنا العلبه تاع الفارينه ما تعمروهاش، ما ديروهاش بومبي، ديروها ممسوحه. درت في البدايه 2 علب ممسوحين، نغربلهم. انا لازم تغربلوا الفارينه تاعكم. وندير كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام، نغربلها هي ثاني ونخلط بالفوي. بعدها نزيد ندير 2 علب تاع فارينة، يعني درت 4 علب ممسوحين تاع فارينة. القوام اللي نتحصل عليه ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل بزاف. اذا تحصلتوا على قوام يكون ثقيل بزاف، تقدروا تزيدوا 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع حليب، لانه نوعيه الفارينه تختلف. كاين فارينه اللي تشرب وكاين فارينه اللي ما تشربش. وثاني الكاكاو يتشرب السوائل وينشف العجينه. على بها قلت لكم ما تكثروش بزاف، ديروا 2 مغارف ماشي معمرين مليح باش تطيحوا في القوام سوا سوا. كما راكم تشوفوا هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هذو المقادير راهم مضبوطه كما قلت لكم. اذا كان الخليط تاعكم ثقيل بزاف، زيدوا الحليب بالمغرف حتى تحصلوا على خليط ما يكون ثقيل بزاف ما يكون خفيف بزاف، باش الكيكه تاعكم تجيكم خفيفه وما تجيش ثقيله. هنايا جبت سباتول وفرغت الخليط تاعي كامل في المول. نحرك المول تاعي شويه باش يجيني الخليط على استواء واحد، ونديرها طيب على فرن يكون مسخن مسبقا لمده 4 ساعات على 160 درجه. نديرها طيب من تحت، كي نشوفها طابت وطلعت ونشفت نطفي عليها من تحت ونشعلها من الفوق تنشف وتحمر شويه. كما راكم تشوفوا هنا غير نجبدها نتستيها بالعود الخشبي، اذا خرج ناشف معناتها راهي طايبه. نخلي الكيكه تاعي تبرد شويه ونوجد الغاناج. هنا عندي 100 غرام تاع شوكولا، قطعتها الى قطع صغيره وحطيتها على حمام مائي الذوب. من جهه واحده اخرى جبت الكيكه تاعي قلبتها وحطيتها في صحن بعد ما بردت. وهنا بعد ما ذابت لي شوكولا درت لها 50 غرام ولا ربع كاس تاع حليب يكون سخون، ونقعد نحرك بالملعقه ونعاود نحطو فوق الحمام مائي غير شويه برك
راح تتحصلوا على قوام يكون خفيف بهذا الشكل. ما تروحوش ديروه مباشرة على الكيكة، خلوه يعاود يبرد شوية ويثقل. أنا باش نسرع العملية درته في المجمد حوالي 5 دقائق فقط. تلقاو الشوكولا ثقالت شوية ماشي جمدت. نطلي بها الوجه تاع الكيكة والأطراف. هنا كنت تحطوا الشوكولا وهي خفيفة مباشرة على الكيكة راح تسيح لكم كامل والكيكة تبان شفافة. ثم خلوها تثقل شوية يعني تبرد شوية وديروها هكا باش الوجه تاع الكيكة يبان شباب وتبان فيه شوكولا. انا زينتها بالفرميسال شوكولا، والتزيين اختياري واش متوفر عندكم في الدار. تحبوا ديروا جوز الهند ولا كاوكاو يكون محمص وملحي في المتوسط، ولا الجوز تكونوا كسرتوا هكا شويه. تزيين نتوما لكم الاختيار. وهذه هي النتيجة النهائية تاع كيكة الشوكولا ولا كيكة الدانات. وصفة سهلة بسيطة بمقادير مضبوطة، تجي خفيفة وتجي بزاف بنينة. ديروها لقهوة العصر ولا ضيوف الغفلة، ولا كي تكوني رايحة ضيفة تديها معاك تحمر لك وجهك. وهنا راح نقسم معاكم باش تشوفوا كيفاش جات من الداخل، تجي خفيفة وبزاف بنينة. هنايا وريتها لكم برا في الإضاءة باش تبان لكم مليح. نتمنى تجربوا هذه الوصفة وتولوا معتمدين عليها لأنه بزاف بنينة، تجي من أروع ما يكون. في الأخير نقول لكم تهلاو في روحتكم، نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفة جديدة. ما تنسونيش بالجام على لا فيديو، ولأول مرة تدخل قناتي ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلك الجديد من الوصفات. مع السلامة.